بيبدأ المسلسل مع طفلة غريبة الأطوار اسمها وينزداي، وبتكون شخصيتها حادة وصعب تبتسم وبتحب الحيوانات الشريرة لدرجة إن أصدقائها في عيد الميلاد جابوا لها مقصلة إعدام لعبة، وأبوها جاب لها دمية على شكل عنكبوت ومليانة عناكب حقيقية وبتلعب معاهم وهي سعيدة. وكان عندها عقرب أليف بتربيه وبتنزل تتمشى معاه في الشارع. وبتكبر وينزداي وبتدخل المدرسة الثانوية وبتتكلم عن كمية العبث والسخافة اللي موجود هناك، واللي بالنسبة لوينزداي إنهم مجموعة مراهقين لكن بيشرف عليهم مجموعة بالغين ما قدروش يحققوا أحلامهم. وبتدخل المدرسة بزيها الأسود اللي مش مناسب أبدا مع سنها ولا مناسب مع ستايل الطلبة هناك، واللي هيكون مكمل معانا حبة حلوين. وبتفتح الخزنة بتاعتها وبتلاقي أخوها مربوط ومتكتف وبتطلعه من غير ما تتكلم ولا كلمة، وبتلمسه وبتعرف بصورة تلقائية أول ما تلمسه كل اللي حصل له. وعرفت إن الشباب دول اتنمروا عليه وربطوه ورموه في الخزنة بتاعتها، وعشان تنتقم لأخوها راحت لهم حمام السباحة ومسكت كيسين من أسماك البيرانا المتوحشة ورمتهم عليهم، واللي بسببها اتصاب عدد كبير من الطلاب. وقرر أهلها بعدها إنهم ينقلوها لمدرسة تانية، ودي المدرسة اللي اتخرج منها أبوها وأمها واسمها مدرسة نيفر مور. والمدرسة دي بقى حكايتها حكاية لأنها مدرسة خاصة بالمنبوذين واللي عندهم قدرات غريبة. وفي الطريق بتقول وينزداي لأمها بإنها مش هتكون زيها، وبتقول لهم إنها كانت عارفة إنهم مستنيين لها غلطة واحدة علشان ينقلوها للمدرسة بتاعتهم. وبترد عليها أمها وبتقول لها إنها لازم ما تهربش زي كل مرة لأن المدرسة دي هي المناسبة ليها. وبيجي مشهد على واحد في غابة نيفر مور من اللي بيحبوا التخييم، وبتظهر واحدة فجأة وبتقول له إنه هيتاكل من حيوانات الغابة، وافتكرها الراجل إنها بتهزر وفضل يدور على مكان علشان يخيم فيه. وفجأة بيظهر له وحش وبياكله فورا. وبنرجع لوينزداي بعد ما وصلت المدرسة وقابلت المديرة بتاعتها وقالت لها على الأوضة اللي هتبات فيها، وهي نفس الأوضة بتاعت أمها زمان. واتعرفت هناك على زميلة غرفتها واسمها إيناد اللي كانت من المستذئبين، لكن مش بيظهر لها غير ضوافر بس لأنها لسه ما وصلتش للسن اللي تتحول فيه لمستذئبة بشكل كامل. وبتعرفها صديقتها على كل الناس اللي في المدرسة اللي منهم مستذئبين زيها ومصاصي دماء وأصحاب قدرات تانية خاصة. وبعدها بيقابلهم واحد وبيقول لإيناد إنها تخلي بالها من اللي معاها في الأوضة لأنه سمع إنها قتلت 2 من صحابها وأكلتهم، فممكن تكون من أكلي لحوم البشر وإنه خايف عليها. فبترد عليه وينزداي وتقول له إنها بتقطع الجثث فعلا لكنها بترميهم للحيوانات الأليفة بتاعتها. وبعدها بتودع وينزداي أبوها وأمها وبيبعت أبوها وراها إيد مقطوعة علشان تراقبها وتبلغه بكل حركات بنته، واسم الإيد دي سينج. وبتطلع أوضتها وبتقعد تغير كل الألوان لأبيض وأسود، وده بسبب إنها مش قادرة تتحمل منظر الألوان التانية. وبيجي اليوم التاني ليها وبتتمشى في المدرسة علشان تشوف خطة تعرف تهرب، ودخلت حلبة المبارزة فلقت بنت اسمها بيانكا وبتقول اللي بتبارزه إنه ضعيف وهي عايزة حد أقوى تلعب معاه. فتحدتها وينزداي وانتهت أول جولة ما بينهم بالتعادل، وطلبت وينزداي إنهم يقلعوا الأقنعة وأول حد يعور التاني في وشه هو اللي هيكسب. لكن للأسف وينزداي اتعورت الأول وكانت غضبانة جدا من بيانكا. وهي طالعة من العيادة بتاعة المدرسة بيقع عليها تمثال ضخم لكن بينقذها في آخر لحظة واحد اسمه زفير وبتقول إنها هتفضل ممتنة ليه على طول. فبيرد زفير وبيقول لها إنه يعرفها كويس وبيقول لها إنها مش فاكراه لأنهم كانوا بيلعبوا مع بعض في طفولتهم، واتحبس في مرة في تابوت في جنازة واحد صاحب أبوه وهي الوحيدة اللي قدرت تنقذه. وبيقول لها ممكن تعتبر اللي حصل ده نوع من رد الجميل وبتشكره وبترجع لأوضتها. بعدها بيظهر في الغابة المحقق جالفن والمساعد بتاعه وهم بيحققوا في مقتل واحد من محب التخييم، وده بالظبط الشخص اللي ظهر في أول المسلسل واللي جسمه بيكون اتقطع كله واتبعتر في كل حتة في الغابة. وبيقول للصحفيين الموجودين بأن اللي حصل ده بسبب دب بري، لكن بيكون عارف من جواه السبب الرئيسي اللي دايما بيكون وراه مدرسة نيفر مور. وبتشوف وينزداي الإيد اللي اسمها سينج وبتقول له إنها عارفة إنه موجود لأنها شم ريحته من بعيد، وبتقول له قدامك حل من 2، إنه يفضل محبوس في درج مكتبها ومش هيخرج منه أبدا، أو إنه يسمع كلامها وينفذ كل حاجة تقول له عليها. وبيوافق سينج على الاختيار التاني. وفي اليوم اللي بعد كده بتوديها المديرة لدكتورة نفسية علشان تعالجها، وبتكون وينزداي عايزة تروح للدكتورة علشان تقدر تهرب لكن خطتها بتفشل لأن المديرة بتوصلها بنفسها، وده لأن المديرة كانت عارفة إنها عايزة تهرب ومستنية اللحظة المناسبة زي ما هربت من كل المدارس اللي قبل كده. وبتطلع لمكتب الدكتورة اللي بتعرف إن وينزداي كتبت 3 روايات، لكن الدكتورة سألت أكتر عن علاقتها بوالدتها
لأنها ظهرت في الرواية الأخيرة بإنها علاقة متوترة، لكن وينزداي طلبت إنها تدخل الحمام الأول، وهناك طلبت من سينج إنه يساعدها ويجيب لها حاجة تفتح بيها الشباك، وفعلا قدرت تهرب من خلال المواسير. وأول ما نزلت بتخبط في سواق لعربية خضار وبتشوفه وهو عامل حادثة والعربية متكسرة، فبتمشي بسرعة وتدخل مطعم، وهناك بتطلب من عامل إنه يعمل لها واحد قهوة ويحط عدد معين من السكر، لكنه بيقول لها إن المكنة للأسف بايظة وإنه مش عارف يصلحها ومش قادر يقرأ التعليمات لأنها مكتوبة باللغة الإيطالية، فبتقرأها له بسهولة وبتصلح المكنة. لكن في المقابل طلبت منه إنه يطلب لها تاكسي، فبيقول لها العامل واللي اسمه تايلور إن مفيش عربيات أجرة هنا، بس ممكن تطلب أوبر. فردت عليه وقالت له إنها مش بتستخدم التكنولوجيا لأنها مش بتحب إن حاجة تتحكم فيها وما عندهاش موبايل. فعرض عليها إنه يوصلها بس بعد ساعة، فعرضت عليه فلوس مقابل إنه يوصلها دلوقتي حالا، لكنه رفض وقال لها إن محدش بيشتريه. بعدها بيدخل 3 شباب وبيتنمروا عليها لأنهم عرفوا إنها من مدرسة نيفرمور، مدرسة المنبوذين، فضربتهم لوحدها لدرجة إن مفيش حد منهم قدر إنه يتحرك. ودخل المأمور جالفن اللي طلع والد تايلور وعرف إن وينزداي هي اللي ضربت ال3 أولاد لوحدها. لكن بتوصل مديرة المدرسة ميس لاريسا وبتعتذر عن اللي حصل وبتنده على وينزداي باسمها الكامل. فبيسأل جالفن إن والدها يبقى جوميز آدمز المتهم في قضايا قتل، وقال لها إنه هيقبض عليه عاجلا أم آجلا. وبيركبوا العربية وهم في الطريق بتسأل وينزداي عن قضية القتل دي، لكن المديرة بتقول لها إنها ما تفكرش في الموضوع ده كتير وتحاول تبني علاقات جديدة وصداقات مع الناس. وبيفضلوا يتكلموا لحد ما بيشوفوا على الطريق حادثة لنفس سواق الخضار اللي شافته وينزداي في الرؤية بتاعتها. وينزداي قالت للمديرة إنه هيموت بكسر في الرقبة، واستغربت المديرة. ولما بتوصل للمدرسة بتطلب من إيناد إنها تعلمها إزاي تستخدم الكمبيوتر، مقابل ده هترجع الألوان في الأوضة بتاعتها تاني. وفعلا بتتعلم الكمبيوتر وبتبعت سينج لبيت تايلور وبتقول له يتصل على الرقم الموجود على إيده، وبتطلب منه إنه يجي في عيد الهالوين ويساعدها على الهروب. وبيظهر إن تايلور أعجب بشخصية وينزداي الغامضة وجاء فعلا يوم الهالوين، لكنهم كانوا متراقبين من المديرة. بس المرة دي وينزداي كانت أذكى ودفعت لمدرس علشان يروح يشتت انتباه المديرة، وفعلا قدرت تهرب من الحفلة. لكن قابلوهم ال3 شباب اللي ضربتهم في المطعم، وبيطلب تايلور منها إنها تهرب، لكن وهي بتهرب خبطت في زميلها روان وأغمى عليها زي كل مرة، وشافت رؤية لموته وفاقت وشافته وهو طاير ناحية الغابة وقعدت تجري وراه علشان تلحقه وتحذره. لكن فجأة رفعها روين بقدرته وكان عايز يموتها، ووراها صورة ليها في كتاب تاريخ إنها هتكون لعنة للمدرسة كلها. فقالت له أنت عايز تقتلني علشان صورة؟ فقال لها إن والدته كانت عرافة قوية وتنبأت إن لما تيجي وينزداي المدرسة لازم حد يقتلها قبل ما تسبب لعنة وتقتل كل اللي في المدرسة. لكن مش بيكمل كلامه وبيهاجمه وحش وبيقتله فورا. وبتتحقق رؤية وينزداي وبتقرر إنها خلاص مش هتهرب من المدرسة تاني لغاية ما تفهم إيه اللي حصل وإيه جريمة القتل اللي عملها أبوها. وبتيجي الشرطة تدور على جثة روان ومش بتلاقيها، وكل المدرسة قعدت تحكي عن جنون التخيلات اللي في دماغ وينزداي. وحست وينزداي إن في حد بيتستر على الجريمة وأخفى الجثة، وفجأة روان بيظهر قدامهم كأن ما حصلوش حاجة. وتاني يوم بتقرر المديرة ترفد روان وتنقله من المدرسة، وقررت تعاقب وينزداي بإنها تضمها لأي نشاط مع زمايلها. وبتروح وينزداي تكلم روان لكنه مش بيرضى يرد عليها، فبتبعت وراه سينج علشان يفهم إيه اللي حصل. وبيرجع لها وبيقول لها إنه اختفى في الحمام، لكن في الحقيقة إنه طلع من الحمام حد تاني، والحد ده بيتحول بعد كده لمديرة المدرسة لاريسا اللي بتكون قدرتها إنها متحولة. وبتقرر وينزداي بعدها إنها تدور على الكتاب اللي كان مع روان اللي فيها صورتها، وقعدت تدور في مكتبة المدرسة لكن ما لقيتش حاجة. وبتشوفها ميس مارلي اللي بتقول لها إنها موجودة لو احتاجت أي حاجة، وراحت بعدها الغابة علشان تدور على أي دليل يكون موجود هناك. ولقت فعلا النضارة بتاعة روان، وأول ما مسكتها شافت رؤية لروان وهو بيتخانق مع زفير في الليلة اللي مات فيها لأنهم ساكنين مع بعض في نفس الأوضة. وبتشوف في إيده كتاب عليه نفس الصورة اللي رسمتها أمه، وبتعرف إن في علامة موجودة جنب الصورة. فسألت ميس مارلي وبتقول لها إن العلامة دي خاصة بجماعة اسمهم ناين تشايلد، واتأكدت إن في حد ورا اختفاء الجثة. بعدها بتلعب لعبة المراكب ضد بيانكا اللي هي أصلا دايما بتفوز، لأن في واحد من أصدقائها قدرته إنه يتحول لحورية بحر وبيحاول يغرق الفرق المنافسة، لكن وينزداي بتكتشفه وبتقدر تقاومه وبتحبسه بشبكة تحت المية. ولما فريقها بيوصل للشط بيكون المفروض انهم يروحوا يلمسوا قبر واحد اسمه كراكستون مؤسس المدرسة ويرجعوا تاني، لكن لما وينزداي بتلمس القبر بيغمى عليها وبتشوف بنت شبهها جدا
وكأنها هي بس لابسة لبس مختلف وفي زمن مختلف، وفي ايديها كتاب شبه اللي شافته، وبتقول لها ان هي المفتاح لكل حاجة. وبتفوق وينزداي وبتكمل المسابقة، وبترجع للمية مرة تانية وبتطلع حديد من المركبة بتاعتها وبتخرم مركبة بيانكا، وبتفوز وينزداي وفريقها بالمسابقة. بعدها بترجع للمدرسة وبتروح عند المكتبة وبتشوف تمثال كاتب مشهور اسمه إدجار ألان بو، وبتشوف نفس العلامة بتاعة ناين تشايلد، وبتقرأ الكتاب وبتعرف إنه لغز وقدرت تحله. فبيتفتح باب وبتوصل بعدها لمكتبة سرية، وقدرت توصل للكتاب اللي كانت مقطوعة منه الصورة، لكن بيظهر حد من وراها ويخطفها. وبتفوق بعد شوية وسط مجموعة من الناس اللي لابسين أقنعة، وبتعرف تميز صوت بيانكا وباقي الأطفال اللي معاها، وبتقول لهم إنهم مجموعة فشلة في الخطف. وسألت تاني زفير عن الصورة اللي اداها لها روان، وقال لها ان اللي موجود معاها في الصورة ده اسمه جوزيف، وده مؤسس المدينة بتاعتهم. وسألت تايلور ازاي تلاقي مكان جوزيف، فقال لها انه مكان مهجور في الغابة. فراحت هناك ولقت عجوز غريب وخلت سينج يطارده، وقررت انها تمشي. فشافت رؤية من 400 سنة فاتت ان جوزيف ده وكل المدينة بيلموا الصحراء والمنبوذين علشان يحرقوهم، وكانت من ضمنهم البنت اللي شبهها اللي بيكون اسمها جودي، ودي جدتها من 400 سنة. فقررت ترجع المدرسة بسرعة، وسمعت خطوات الوحش بيقرب عليها، وأول ما شافها هرب، لكنها مشيت ورا الآثار بتاعته اللي كانت معلمة في الأرض. وبعد فترة اتحولت لأثر رجل بني آدم، وفجأة بيظهر قدامها زفير وبتبص تاني على الأثر، بتكتشف إنها اختفت بسبب المطر. وبيقول لها زفير إنه حاول يكلم روان ورد عليه، لكنه حس ان في حد منتحل شخصيته. وبالليل بيظهر الشخص الغريب مرة تانية وهو ماسك الكاميرا بتاعته، وبيهجم عليه الوحش وبيقتله، لكن الكاميرا بتلقط كذا صورة للوحش، وبتقع الكاميرا في ايد المأمور جالفن. وتاني يوم راحت وينزداي المشرحة وشافت وسمعت التسجيل اللي فيه الدكتور وبيقول المأمور ان الوحش بيقطع عضو من اعضاء كل ضحية ليه. وطبعا وينزداي قررت انها هتحقق في القضية دي كمان، ولاحظت ان زفير متخربش في رقبته، فجاء في بالها اول تخمين إن هو الوحش. فقررت تراقبه بعد المدرسة، ولقيته دخل بيت غريب في الغابة واستنيته لحد ما طلع منه، وبتدخل وراه ولقت صور مرسومة للوحش، فأخدت صورة منها وطلعت. فشافها زفير وقال لها انت ايه اللي جابك هنا؟ قالت له انا كنت جاي اعزمك على الحفلة اللي في المدرسة علشان نرقص مع بعض. وبتروح للمأمور وبتوري له الصور وما بيصدقهاش، وبيقول لها لو في دليل واحد على ان الوحش موجود هيساعدها. وبتروح لواحد زميلها اسمه يوجين وعنده القدرة انه يتحكم في النحل، وبتطلب منه يساعدها في انهم يلاقوا الوحش. فبيوافق يوجين وبيروح معاها لنفس الحفرة اللي كان راسمها زفير، وبيلاقوا سنة من أسنان الوحش. فبتقرر إنها تاخدها معاها كدليل، وبتروح أوضة زفير علشان تاخد أي حاجة من هناك علشان يتعمل تحليل DNA، ولو كان مطابق يبقى زفير هو الوحش فعلا. وراحت أوضة زفير، لكن فجأة دخل عليها وقال لها انت بتعملي ايه هنا؟ فقالت له انا شاكة فيك ان انت الوحش. وغضب زفير وقال لها انه بيعمل كده علشان بيشوف الوحش في احلامه وبيجيله في تخيلاته وبيسيطر على دماغه، فبيطلعه بره دماغه بالرسم. لكنه غضب منها وطردها. وبتروح وينزداي للمأمور وقالت له انه يعمل التحليل ويشوف العينات متطابقة ولا لا. وبدأت الحفلة، وكانت مقررة وينزداي انها هتطلع مع يوجين الغابة في نفس وقت الحفلة، لكنها اتفاجئت ان تايلور جه الحفلة معاها، فاضطرت انها تغير لبسها ولبست فستان اسود لكنه جميل جدا. وكان كل الاطفال غيرانين منها وقتها، وبيظهر لوكاس وزمايله اللي ضربتهم وينزداي في اول الفيلم، وقرروا يعملوا مقلب في باقي المدرسة، وبيحطوا كمية كبيرة من البهية في مواسير المطافي علشان تنزل عليهم زي الدم وترعبهم. لكن وينزداي اكتشفت انها بهية، وشافت وينزداي رؤية ان يوجين اتعرض للهجوم من الوحش، فبتروح علشان تلحقه، لكن للأسف وصلت متأخر وكان فعلا اتعرض للهجوم، لكن لحسن الحظ ما كانش مات. ولحقونا قالوا للمستشفى. ورجعت المدرسة فلقت أبوها وأمها جايين يزوروها، وراحوا هم الثلاثة للدكتورة كيمبوت الدكتورة النفسية. ولما وصلوا العيادة سألتهم عن قضية القتل اللي أبوها متهم فيها، فأمها مرضتش تجاوب وسابتها ومشيت. لكن وينزداي شافتها وهي بتقدم ورد لقبر جاريت الشخص اللي اتقتل واتهم فيه أبوها، فبتستغرب وراحت علشان تسأل أبوها عن اللي حصل. فقال لها إن جاريت كان بيحب أمها لدرجة جنونية، وإنه في يوم هجم عليهم وكان هيقتلها، فهو دافع عنها وقتل جاريت. ورجعت المدرسة وقابلت أخوها وسألته فين أمها، فقال لها انها قالت انها هتروح لمكان هادي، فخمنت انها هتكون في المكتبة. وراحت هناك وسألتها عن كل الأسئلة اللي في دماغها، وردت عليها وقالت لها ان جودي دي تبقى جدتها من 400 سنة وهي اللي قتلت العمدة جوزيف. ووينزداي سألتها هل أبوها فعلا
هو اللي قتل جاريت؟ قالت لها في الحقيقة إن هي اللي قتلت جاريت بالسيف، لكن أبوها أخد السيف منها وشال عنها التهمة، لكنها لاحظت إن جاريت كان في رغوة بتنزل من بقه كأنه كان شارب حاجة أو تسمم، والمعلومة دي لفتت انتباه وينزداي، وأخدت أمها وراحوا طلعوا جثة جاريت من قبره وأخدوا صباع منه علشان يحللوه، لكن الشرطة جت وقبضوا عليهم هما الاتنين. ولما وينزداي لمست الصباع بتجيلها رؤية بتفهمها اللي حصل الليلة دي، إن جاريت كان مع أبوه في العربية وأبوه اداله إزازة سم علشان يسمم كل اللي في المدرسة علشان يثبت له إنه ابنه فعلا. وأثناء الشجار اللي كان ما بين جاريت ووالد وينزداي اتكسرت إزازة السم في جيب جاريت وانتشرت في جسمه كله، يعني كان بيموت قبل ما السيف يقتله. وكلموا عمدة المدينة اللي كان متواطئ وعارف الحقيقة وواجهوه بإنه زور تقرير الطب الشرعي، لكنه قال إنه عاوز يحفظ الأمن والسلام في البلد لأن أبو جاريت كان بيمتلك الأرض اللي عليها المدرسة، فطلب من ابنه إنه ينفذ المهمة دي. وفي النهاية طلبت وينزداي من المأمور إنه يخرج أبوها ويتقدم باعتذار، وقدرت بذكائها تحل القضية كلها. وقبل ما تمشي أمها ادت لها ألبوم صور اللي اتصورتها في حفلة قبل كده لما كانت طالبة في المدرسة، واتفاجئت إن المديرة كانت منتحلة شكل مغنية في الحفلة، فطلعت للمديرة بسرعة وقالت لها إنها انتحلت شخصية روان، فردت عليها إنها عملت كده علشان تحافظ على سمعة المدرسة. وبيقطع كلامهم صوت دوشة في حوش المدرسة، فبيلاقوا جملة مكتوبة من النار بتقول إن الدنيا هتمطر نار، وبيتصدموا وبالأخص وينزداي لأنها شافت الجملة دي في رواية قبل كده. وتاني يوم أصحابها عملوا لها حفلة في السرداب بتاع الساحر جوزيف، وبتلاقي نفس الجملة دي موجودة في الحوش، وبتفقد وعيها وبتشوف البنت جودي وبتقول لها علشان توصل للحقيقة لازم تروح قصر عيلة جاريت. وبتوصل هناك وبتلاقي العمدة بيكلم المأمور وبيقول إنه خلاص وصل للشخص اللي بيرتكب كل الجرائم دي، فبتقرر إنها تركب في شنطة عربيته. لكن بمجرد إن العمدة نزل من العربية خبطته عربية مجهولة المصدر، وبيلحقوه بينقلوه للمستشفى، لكن بيموت علشان في حد قطع عنه الأكسجين. وبتعمل مقلب لإيناد وتايلور وبتقول لهم انهم يخرجوا بالليل لانها كانت عايزه تدخل قصر عيله جاريت. ودخلوا فعلا، لكن مع الوقت سمعوا صوت الوحش في البيت ودخلوا السرداب ولقوا كل الاعضاء اللي اتاخدت من الجثث، ولقوا العربيه اللي قتلت العمده، وبيهربوا بسرعه خوفا من الوحش. وبتروح وينزداي تجيب المأمور، ولما بيدخل القبو ما بيلاقوش اي حاجه من اللي شافتها قبل كده، فبيتضايق وبيقول لها انه زهق من اللعبه بتاعتها وحذرها من انها تقرب من ابنه تيلور تاني. واول ما بتوصل المدرسه بتقابل المديره اللي بتقول لها انها هتطردها، فبتحكي لها وينزداي على كل حاجه وبتقول لها انها محتاجه فرصه علشان تنقذ المدرسه وكل الناس اللي فيها. فوافقت المديره. واثناء جنازه العمده تاني يوم لاحظت وجود حد غريب، فجريت وراه وطلع عمها ويستر اللي جاي مخصوص المدينه علشان يطمن عليها، فبتحكي له كل حاجه وعلى قصه الوحش وبتوري له ملامحه في الصوره. فبيقول لها ان الوحش ده اسمه هايد، وهتلاقي في مكتبه المدرسه صور ومعلومات عنه. ورجعوا مع بعض المكتبه وشافت كل المعلومات الخاصه بالوحش، ومن اهمها انها عرفت ان في حد بيتحكم في الوحش، وكان محل شكها الاول في زفير. وسمعت زفير وهو بيتصل بالدكتوره كيمبوت وبيقول لها انه شافها بتموت في الحلم، فخمنت وينزداي بانها السبب ورا كل حاجه وهي اللي بتتحكم في الوحش وقدرت تصحيه. فراحت وواجهت الدكتوره كيمبوت وقالت لها ان هي السبب في كل حاجه بتحصل، وردت عليها الدكتوره بانها مجنونه وهي ما تعرفش اي حاجه عن اللي بتقوله، وطردتها بره. وبالليل وينزداي اتقابلت مع تايلور، وبعدها رجعت اوضتها اللي لقيتها متلخبطه وكل حاجه مش في مكانها، وكل المذكرات والكتب بتاعتها مش موجوده، ولقت سينج مقتول. فخدته وراحت لعمها وحاول يساعدها، وفعلا قدر يساعدها وبيفوق سينج. وسالته وينزداي مين اللي عمل فيك كده، قال لها معرفش. وراحت للمديره تقول لها على كل اللي حصل، وبتحذرها المديره لان وحش هايد ده خطير وممكن يقتلها بسهوله. وبتروح لزفير اوضته اللي في الغابه وبتقوله انها خلاص عرفت ان هو الوحش بعد ما لقت نضاره يوجين عنده، وكمان سلسله الدكتوره كيمبوت اللي اتقتلت الصبح. ودخلت الشرطه عليهم وقبضت على زفير، واتضح ان ده كمين من وينزداي. بعدها بتروح تقابل تايلور وقربت منه وقالت له انها خلاص عرفت الوحش. وفجاه اغمى عليها وشافت اللي حصل للدكتوره كيمبوت وعرفت ان تايلور هو الوحش، فبتهرب منه من غير ما تقول له حاجه. وبترجع المدرسه وبتبلغه تاني يوم انه يجي الغابه، وبتطلب مساعده كل زمايلها وبالاخص بيانكا اللي عندها القدره على التنويم المغناطيسي. وحجزوه في اوضه زفير، وكانت لسه هتبدا بتعذيبه لكن اتدخلت الشرطه والمأمور في الوقت المناسب. وبيطلع تايلور من القسم، وقبل ما يطلع بيقول لها ان هو الوحش فعلا بس مش هتعرف تثبت عليه حاجه. ورجعت المدرسه وحاولت تقنع المديره بان تايلور هو الوحش، لكن طبعا ما صدقتهاش وقالت لها انها مرفوضه من المدرسه. وتاني يوم وصلتها بنفسها، لكن قبل ما تمشي راحت تسلم على يوجين
وسألته إنه فاكر أي حاجة ولا لأ، فقال لها مش فاكر حاجة غير إن الست اللي كانت واقفة عند الكهف كانت لابسة جزمة حمراء، فافتكرت إن مفيش حد بيلبس جزمة حمراء غير ميس مارلي، فراحت للمديرة وقالت لها وطلبت منها إنها تتشكل في دور تايلور، وبيروحوا لميس مارلي وفعلا نجحت الحيلة وعرفوا كل المعلومات وعرفوا إنها قريبة جاريت وإنها بتعمل كل ده علشان ترجع جوزيف مرة تانية من الموت علشان يقضي على كل السحرة والمنبوذين في المدرسة. فبتظهر المديرة بشخصيتها الحقيقية، لكن مارلي بتهجم عليها وبتضربها بحقنة سم في رقبتها وبتخبط وينزداي على دماغها، وبتفوق وينزداي وهي في مقبرة جوزيف وقدامها مارلي وبتقول لها انها دلوقتي هترجع جوزيف من الموت، وبتجرح وينزداي وبتستخدم دمها وبتحطه على القبر وبتقرا تعويذة وبيتهز القبر هزة شديدة وبتطلع منه شرارات من كل الأعضاء الموجودة اللي كانت بتتجمع، وبيظهر جوزيف من الموت وبيلاقوا قدامه وينزداي اللي شبه جودي، فبيكلمها على إنها جودي وبيقول لها إنه خلاص هينتقم منها بعد كل السنين دي وطعنها بالسكينة. وفجأة ظهرت جودي وقالت لوينزداي إنها لازم تروح وتنقذ المدرسة وإنها هتعالج لها الطعنة وهتشفيها، ودخلت جودي جوه جسم وينزداي وبتقوم فعلا وبتروح تلحق المدرسة قبل ما يحرقها جوزيف، لكن في الغابة بيوقفها تايلور اللي بيتحول قدامها الوحش وكان عايز يقتلها، لكن القمر بيكون طالع وبتكون بلغت إيناد وبتتحول لمستذئب لأول مرة في حياتها وبتدافع عن وينزداي وبتضرب الوحش وبتمسك وينزداي السيف علشان تحارب جوزيف، لكنه بيكسر لها السيف بتاعها ولسه هيتحكم فيها ويقتلها، فلقى طعنة في ظهره من بيانكا لكنها مش بتأثر فيه لأن الضربة لازم تجيله في قلبه الأسود زي ما قالت لها جودي علشان يموت للأبد. وبعد ما بتيجي الفرصة لوينزداي علشان تقتله بتظهر مارلي ومعاها مسدس وبتوجهه ناحية وينزداي، لكن بيهجم على مارلي نحل بكميات كبيرة وبيلسعها لحد ما بتموت، وبيكون يوجين خرج من المدرسة وهو اللي أمر النحل يقتلها، والمدرسة قررت بعد كل اللي حصل إن الدراسة انتهت في العام ده وكل الطلاب هيروحوا في أجازة طويلة، ووينزداي بتودع زفير وبيديها موبايل هدية. وبعد ما ركبت وينزداي العربية وهي في الطريق لبيتها جات لها رسالة من مجهول بيقول لها أنا براقبك وهقتلك، واتصدمت وينزداي لأنها تخيلت إنها اتخلصت من كل أعدائها، لكن الظاهر إن لسه في أعداء كتير لازم تتخلص منهم. وهنا بتنتهي الحلقة ونتقابل مع تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.